تخيل تمشي في شارع ضلمة وكل خطوة بتحس إن في حد وراك، بتبص وراك تلاقي مفيش حد، لكن الإحساس لسه موجود. تخيل لو في أماكن في العالم الإحساس ده هو الطبيعي فيها، أماكن مش بس مسكونة، لأ دي متغلفة بأساطير وروايات مرعبة، وكل اللي زارها بيحكي قصص غريبة استحالة حد يصدقها. في حلقة النهاردة هنروح مع بعض في رحلة مرعبة شوية وغريبة جدا علشان نكشف الستار عن أشهر الأماكن المسكونة في العالم. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. لو بتحب النوع ده من المحتوى دوس بقى اللايك والشير والاشتراك وفعل زر الجرس والكلام الجميل ده كله، وسيب لينا التعليق تقول لنا إيه رأيك في المحتوى اللي إحنا بنقدمه. ويلا بينا بسرعة نبتدي حلقة النهاردة. Run. لو سألتك إيه المكان اللي لو مشيت من قدامه هتتصب لعنة، هتكون الإجابة وبلا منازع هي قلعة إدنبرا في اسكتلندا. هي مش بس مكان تاريخي جميل بيحب السواح يروحوا ليه، لأ ده مسرح كامل للظواهر الغريبة، الحاجات اللي ملهاش تفسير. والزوار نفسهم بيقولوا إن هم بيسمعوا أصوات خطوات وبيشوفوا أشباح بتمشي في الممرات المظلمة، وفي منهم اللي حكى عن عزف على الكمان من شخص مش موجود. وكل ده خلى القلعة دي من أشهر الأماكن للاحتفال بالهالوين في اسكتلندا. طيب القلعة دي إيه بقى قصتها؟ بص يا سيدي، في روايات كتير حاولت تفسر الظواهر دي، ومن اللي حاولوا يفسروا كان موقع الاندبندنت، واللي بيقول إن هو اتحبس فيه مرضى الطاعون في الممرات الغرف السفلية، واللي كانت بتعتبر كحجر صحي لضحايا المرض علشان ما يكونوش سبب في نقل العدوى. المهم إن هم لما ماتوا اتدفنوا في القلعة نفسها. والموقع بيقول إن ممكن يكون هو ده السبب، لأن أرواحهم ما لقتش الراحة وبقت تمشي في ممرات القلعة على شكل أشباح. في سنة 2001 دكتور علم النفس ريتشارد وايزمان عمل تجربة وطلب 240 متطوع علشان يقضوا 14 يوم في القلعة علشان يتأكدوا من الكلام اللي بيتقال. وكانت النتيجة إن في منهم اللي أغمى عليه، ومنهم اللي قال إن هو شاف ظلال لناس في الممرات من غير ما يشوف الناس نفسهم، وفي اللي قال إن في حاجة مسكت إيده وسابت أثر حروق على إيديهم. وفي برضه خرافة تانية بتقول إن طلاب جامعة إدنبرا لو عدوا من قدام القلعة فهتصيبهم اللعنة وهيسقطوا في الامتحانات. ويمكن علشان كده بيتقال إن طلاب الجامعة مش بيعدوا من قدام القلعة في فترة الامتحانات. ومن القصص اللي بتتقال برضه إن في يوم من الأيام الناس لقوا شبكة من الأنفاق تحت القلعة، والسكان ساعتها كانوا عايزين يعرفوا مدى امتداد الأنفاق دي، فساعتها قرروا يبعتوا عازف مزمار، وكان شاب علشان يدخل جوه الأنفاق، وكان الهدف بسيط وهو إن العازف يعزف وهو ماشي، والناس اللي فوق الأرض هيمشوا ورا الصوت علشان يعرفوا الأنفاق دي آخرها فين. لكن فجأة الصوت وقف والعازف ده مرجعش تاني أبداً. ومن ساعتها والناس بتقول إن هم بيسمعوا أصوات ألحان لصوت ضعيف بتتعزف بالليل، وكأن العازف ده لسه عايش لحد دلوقتي. وفي قصة الجنود الأشباح، والسبب في كده إن القلعة دي شافت كتير من الحروب والمعارك، لأنها كانت مكان حصين وكانت أشهر سجن ويمكن أقوى سجن في الماضي أصلاً. والقصة هنا بتقول إن هم بيسمعوا خطوات جنود أشباح في ممرات القلعة، وفي زوار قالوا إن هم بالليل بيسمعوا صوت خطوات عسكرية وكأنها العساكر بتقوم بدوريات في المكان. وفي اللي قال إن هم شافوا أشباح لابسين ملابس حربية بتعود للعصور الوسطى وبتمشي من غير صوت بين الغرف. Run. لو شفت فيلم الرعب اللي اسمه ذا شاينينج فأنت شفت كده جزء كبير من الحقيقة، لأن الفيلم ده مبني على فندق حقيقي اسمه ستانلي هوتيل في ولاية كولورادو بأمريكا، واللي بيتقال عنه إن هو واحد من أكتر الأماكن المسكونة في العالم. الفندق ده اتبنى سنة 1909 ومن وقتها والقصص المرعبة ما بتخلص، واللي خلى الكاتب الشهير ستيفن كينج يختار الفندق ده كمصدر للإلهام في فيلمه، وإنه بنفسه قضى ليلة هناك، وقال إن هو حلم بحلم مزعج جدا شاف فيه ابنه بيتجرجر في ممرات الفندق وهو بيصرخ، وده خلاه يصحى خايف ويكتب أول سطر في روايته. الزوار هناك بيحكوا عن حاجات غريبة بتحصل طول الوقت، زي إنك تلاقي التلفزيون اشتغل لوحده، أو تشوف ظل لشخص واقف قدامك عند نهاية الممر وبعد ثانية يختفي. وفي واحدة من الغرف اللي هي غرفة رقم 217 اتقال إن هي كانت غرفة خادمة زمان،
والنهاردة الناس بتقول إن هي بتحب تنظف الغرفة حتى لو مفيش حد فيها. وأكتر من نزيل لنفس الغرفة دي قال إن هو بعد ما بيخرج من الأوضة ويرجع بيلاقي هدومه مترتبة رغم إن هو سايبها بدون ترتيب. الفندق لحد دلوقتي بيعمل جولات ليلية اسمها جولات الأشباح، وفي ناس بتدفع مخصوص علشان تعيش التجربة دي. لكن السؤال بقى، هل فعلا في أشباح ولا الناس بتوهم نفسها؟ اللي نقدر نقوله إن القصص عن ستانلي هوتيل كتير، والناس اللي بتطلع منه ما بتنساهوش أبدا. Run. في قلب المكسيك في مكان اسمه جزيرة الدمى، مكان شكله لوحده ممكن يخلي قلبك يقف. الجزيرة دي مليانة آلاف الدمى المتعلقة على الأشجار، دمى متكسرة متشوهة بعين واحدة أو من غير راس، والناس بتقول إن هي بتتحرك بالليل أو بتفتح عينيها وتبص اللي بيعدي فجأة. القصة بدأت بإن في راجل كان عايش لوحده على الجزيرة دي، كان اسمه دون جوليان، والراجل ده في يوم من الأيام لقى جثة البنت صغيرة في المية، وبعدها بدأت تحصل ليه حاجات غريبة، أصوات، همسات ومشاهد غريبة. دون جوليان اقتنع إن روح البنت دي بتطارده، فقرر يرضيها. إزاي؟ بإنه يعلق دمية على كل شجرة علشان يهدي روحها، وكل مرة كان بيلاقي دمية في الشارع أو في الزبالة على طول كان بياخدها ويعلقها. ومع الوقت الجزيرة بقت مليانة دمى، وأي زائر بيقول إن هو بيحس إن الدمى دي بتراقبه، أو إن في دمى بتتحرك من مكانها أو بتهمس بأصوات غريبة. الأسوأ إن دون جوليان نفسه اتوفى في نفس المكان اللي لقى فيه جثة البنت زمان، ومن يومها الجزيرة بقت مش بس مكان مرعب، دي كمان بقت أسطورة. النهاردة الناس بتروح الجزيرة، بس مش كتير منهم اللي بيكمل الجولة، في منهم اللي بيحس بدوخة أو يسمع أصوات ملهاش مصدر. والسؤال هنا، هي دي فعلا لعبة مخيفة ولا فعلا الأرواح بتعيش بين الدمى؟ الله أعلم. Run. في ولاية كنتاكي الأمريكية في مبنى ضخم واقف على تل، من بعيد شكله عادي، لكن أول ما تقرب تحس إن في حاجة غلط. إحساس غريب، برد مش طبيعي، وسكون يخلي قلبك يدق من أقل صوت جنبك. المبنى ده هو مستشفى ويفرلي هيلز، اللي كان في يوم من الأيام ملاذ لمرضى السل، وتحول النهاردة لواحد من أكتر الأماكن رعباً في العالم. في أوائل القرن العشرين لما انتشر مرض السل بشكل مخيف، افتتحوا المستشفى دي علشان يعالجوا المصابين، لكن للأسف ما كانش فيه علاج حقيقي وقتها، وكل اللي كان بيحصل هو تجارب طبية صادمة وألم بدون نتيجة. الآلاف ماتوا هنا حرفياً، ومن كتر اللي ماتوا عملوا نفق تحت الأرض وسموه نفق الموت. كانوا بينقلوا فيه الجثث علشان المرضى اللي لسه عايشين ما يفقدوش الأمل من منظر الموت حواليهم. لكن بعد فترة المستشفى دي اتقفلت واتسابت فاضية، وبدأت الأساطير تتولد. الزوار اللي راحوا ويفرلي هيلز بيحكوا عن حاجات صعبة تتصدق. ناس بتقول إن هي شافت أطفال بيجروا في الممرات رغم إن المبنى فاضي تماماً، وفي واحدة بتحلف إن هي سمعت صوت تمريض بيقول لها خد الدواء رغم إن مفيش ممرضات هناك من سنين. وفي شبح معين هناك مشهور جدا، طفل صغير اسمه تيمي، بيقول إن هو بيحب يلعب بالكورة، واللي يروح ممكن يشوف الكورة تتحرك لوحدها أو حتى يسمع صوت ضحك الطفل وسط السكون المرعب. وفي غرفة هناك مشهورة جدا اسمها غرفة رقم 502، ودي بالذات محدش بيحب يدخلها. بتحكي الأسطورة إن في ممرضة شنقت نفسها بعد ما اكتشفت إن هي حامل من علاقة محرمة، وإن الجنين مشوه، والناس بتقول إن روحها لسه موجودة هناك. كتير من الزوار قالوا إن هم حسوا بخنقة مفاجأة، أو سمعوا صوت أنين ست بتعيط، أو شافوا الظل بيقف وراهم ويختفي أول ما يبصوا. المدهش إن رغم كل ده في ناس بتروح ويفرلي هيلز مخصوص في جولات رعب بتتعمل جوه المستشفى، وناس بتدفع تذاكر علشان تجرب إن هي تقضي ليلة كاملة هناك. وفي منهم اللي طلع بيضحك، وفي اللي خرج بيعيط، وفي اللي رفض حتى يكمل الجولة نفسها. مستشفى ويفرلي هيلز مش بس مكان مهجور، دي مرآة للألم البشري وللخوف من المجهول، وبتفكرنا قد إيه الأماكن ممكن تحتفظ بالذكريات ما بتموتش حتى بعد البشر ما يرحلوا. ولو ركزنا في العامل المشترك ما بين كل مكان قلنا عليه النهارده هنلاقيه حاجة واحدة بس، وهي الخوف من المجهول. الأماكن دي مش مجرد مباني أو غرف أو مستشفيات، دي أماكن بتحكي قصص. أحيانا من كتر رعبها بنفضل نقول إن هي أساطير علشان نقدر ننام بالليل. بس خليني أسألك سؤال مهم، لو اتعرض عليك تبات ليلة واحدة بس في الأماكن دي وإنت عارف إن ما فيهاش حاجة، هتوافق تبات فيها فعلا ولا لأ؟ وفي آخر الحلقة ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكتب لنا تعليق تقول لنا إيه رأيك في المحتوى اللي إحنا بنقدمه. واستنونا في حلقة جديدة من قناة ساندويت دنيا.